توتا ولد يتيم فقد أهله في حادث عربية من سنتين، وبعدها اتكفلت بيه يوكي مدرسة شقراء قوية وغامضة، ومن يومها وهو عايش معاها في القرية وبيحلم يهزمها عشان تسمح له يروح العاصمة ويتسلق البرج العملاق اللي واصل للسما. كل يوم توتا وأصحابه يحاولوا يعملوا كمين ليوكي، لكنها كانت بتفشل خططهم بحاجز سحري، وبعدها ترميهم في النهر أو تطيرهم من شباك الفصل بلكمة واحدة. ولما اشتكوا من قوتها فكرتهم بالشرط، مفيش سفر للعاصمة غير لما حد فيهم يقدر يهزمها. زميلها المدرس تاتشيبانا حاول يقنعها تديهم فرصة، لكنها رفضت. أما توتا فكان مصمم يتدرب أكتر، وبعد زيارة قبر عيلته ظهر له شبح راجل بندارة اتحول لنسخة أكبر من نفسه وقال له إنه مستنيه فوق البرج، وبعدين اختفى. بالليل توتا طلب من يوكي تعلمه السحر، لكنها تجاهلته فحاول يتدرب لوحده، وكانت النتيجة تستحق التصفيق من باب الشفق. تاتشيبانا عرض يساعده هو وأصحابه، واداهم أدوات سحرية يستخدموها ضد يوكي. توتا أخد سوار مخصوص، لكن لما يوكي شافته معاه اتوتر وقال لها إنه هدية ليها. في طريق عودتها أصحاب توتا ظهروا بالتنقل السحري وقيدوا يوكي بكروم نباتية. وقتها وصل تاتشيبانا ومدح خطتهم قبل ما يكشف حقيقته ويضربهم كلهم. طلع صياد جوائز، والجايزة المطلوبة على يوكي قيمتها 600 مليون. تاتشيبانا هاجمها بأسلحة كتير، ولأن السوار كان بيعطل سحرها ما قدرتش تدافع عن نفسها. وقبل ما يوجه لها الضربة الأخيرة وصل توتا وواجهها، لكن فرق القوة كان ضخم. تاتشيبانا استخدم سرعته وقطع ذراع توتا، ولما حاول يجهز عليه يوكي صدت الضربة بإيديها. شكرت توتا على محاولته وعلى الهدية، لكن تاتشيبانا هجمها وقطع جسدها، وبعدها طعن توتا وأسقطه وهو بين الحياة والموت. سمع صوت يوكي وهي بتقوله إنه مش إنسان عادي. من سنتين وقت الحادث هي حولته لكائن خالد عشان تنقذه، ودلوقتي قدامه اختيارين: يستسلم ويموت ندمان، أو يصحى بقوته الجديدة وينقذ أصحابه. طلبت منه يشرب من دمها عشان التحول يكتمل، فعمل كده. وفي اللحظة اللي كان تاتشيبانا هيخلص فيها على باقي الشباب، توتا قام ورمى عليه ذراعه المقطوعة. تاتشيبانا قطع ذراعه التانية، لكنه اتصدم لما شافها بتتجدد فورا. توتا هجم عليه من جديد وضربه لكمة قوية في بطنه وأسقطته مغمى عليه قبل ما ينهار هو من الإرهاق. قبل ما نكمل يا جماعة، احنا فتحنا قناة جديدة اسمها فليبرز أنمي برو. القناة دي هتكون امتداد فليبرز أنمي. ويلا نرجع نكمل الحلقة. لما فاق لقى نفسه في حضن يوكي اللي رجع جسدها كام. كشفت له إنها مصاصة دماء عمرها 700 سنة، وإن أهله قبل موتهم طلبوا منها تنقذه فحولته لخالد زيها. كانت حاسة بالذنب لأنها حكمت عليه يعيش للأبد، لكن توتا شاف إن الخلود مش أسوأ صفقة في العالم. اليوم التالي ودع أصحابه وغادر القرية مع يوكي ناحية العاصمة، وفي الطريق شرحت له إن أجزاء كبيرة من العالم بقت غير صالحة للسكن، وإنهم لازم يمشوا بدل المواصلات لأن الجايزة الموضوعة عليها هتجذب صيادي الجواد. توتا كان متحمس يعمل أصحاب جداد في المدينة، لكن يوكي فكرته بحقيقة قاسية: جسمه هيفضل عند سن 14 سنة للأبد، بينما أصحابه هيكبروا ويعيشوا حياتهم ويموتوا. الكلام أثر فيه، فراح يستحمى في نهر قريب وهو بيفكر في مستقبله قبل ما يخبط بالغلط في شخص تاني بيستحمى هناك. بدل ما يعتذر طبيعي، توتا قال كلمتين خلوا الموقف أسوأ، فالغريب طلع سيفه وضربه على بوقه بجانب النصل. وبعد ما لبسه عرف توتا إن الشخص الرقيق ده اسمه كورامارو، وإنه ولد مش بنت زي ما افتكر. توتا عرفه بنفسه وقال له إنه رايح ناحية البرج. كورامارو قال إنه لسه جاي من هناك، وإن عيلته الغنية طردته بسبب ضعفه ومش هيسمحوا له يرجع غير لما يهزم مصاصة الدماء الشهيرة المعروفة باسم الإنجيل المظلم. توتا بدأ يقلق لما كورامارو وصفها بأنها وحش عمره 700 سنة، وفي اللحظة دي لاحظ كورامارو إن توتا ملوش انعكاس، وبالتزامن وصلت يوكي. أول ما شافها هجم عليها فوراً، لكنها أوقفت سيفه بإصبع واحد وكشفت إنه من عيلة صيادي وحوش. كورامارو أصر ينفذ واجبه، فاستخدمت يوكي حركة اخترقت بيها صدره. توتا افتكر إنها قتلته، لكن الجرح اتعالج فورا واتضح إن كورامارو خالد هو كمان. ولما فاق ضرب توتا وطلب يتحدى يوكي من جديد. يوكي قالت له إنه لازم يهزم توتا الأول لو عايز يواجهها. كورامارو وافق. كورامارو هجم بسرعة رهيبة، لكن توتا تفادى ضرباته، وبعدها اقترح شرطا: الفائز يطلب من الخاسر ينفذ له طلبا واحدا. بدأت مواجهة قوية بينهم، وكل واحد أثبت إنه مش سهل، لحد ما كورامارو وجه ضربة خاطفة وقطع رأس توتا، ووقف وهو مقتنع إن القتال انتهى. لكن كورامارو اتصدم لما توتا مسك راسه وهي في الهوا، ركبها مكانها بمنتهى البساطة، وبعدها مسكه ورزعه في الأرض وكسب القتال.
توتا جري عليه خايف يكون زودها، لكن كورامارو فاق وهو محبط من الهزيمة وقلق إن توتا يستغل شرط الرهان ويطلب منه حاجة غريبة، لكن توتا فاجأه وطلب منه بس يبقى صاحبه. بعدها التلاتة راحوا يستريحوا في الينابيع الساخنة. كورامارو كان لسه مكسوف من خسارته، فتوتا قرر يساعده بطريقته العبقرية واقترح يتسللوا عشان يرخموا على يوكي من بعيد. كورامارو رفض، لكن توتا طلع الجبل لوحده وقفز ناحية الحمام. هناك شاف بنت صغيرة ومفهمش هي مين لحد ما اتحولت للشكل الكبير اللي يعرفه. ساعتها اكتشف إن دي هيئة يوكي الأصلية وإن شكلها البالغ مجرد تحول سحري. توتا قعد يهزر على فرق الحجم، فيوكي رمته من فوق الجبل. كورامارو جري ولحق يمسك ايده وبعدها رماه لفوق تاني. توتا استغل الفرصة وخطف من شفة يوكي وهو بيضحك، فتوعدته بعقاب تاريخي. حاول يتظاهر انه مش مهتم اصلا باستعراضاتها السحرية، فكانت النتيجة انه اخد علقة محترمة خلت كورامارو ينفجر في الضحك لأول مرة. توتا فرح ان صاحبه الجديد بدأ يفك، ويوكي وعدت كورامارو انها تدربه لحد ما يقدر يتحداها بجد. واثناء رجوعهم توتا بدأ يتساءل عن عدد الخالدين الموجودين في العالم، واقترح يجمعهم في فريق أبطال خارقين زي الباور رينجر. يوكي سخرت من الفكرة، لكنها قالت إن شخصا قديما اقترح عليها نفس الشيء. وفجأة وقفت قدامهم قافلة عربيات سودا فخمة، وواحدة منها خبطت توتا وركنته بعيد. نزلت منها بنت بزي مدرسي اسمها كارين، ووراها مجموعة رجالة لابسين أسود فرشوا سجادة حمراء ليوكي. توتا اكتشف إن يوكي مش مجرد مدرسة قوية، لكنها قائدة منظمة كاملة، واسم المنظمة هو يو كيو هولدر. اتنقلوا كلهم على يخت فخم ناحية مقر المنظمة. توتا كان متحمس يقابل باقي الأعضاء، بينما كورامارو لسه بيحاول يستوعب اللي دخل نفسه فيه. في الوقت ده كارين سألت يوكي ليه ضمت طفلا متهورا زي توتا. يوكي ردت إن قوتها وقوة توتا ممكن في المستقبل تخليهم آخر اتنين واقفين وقت الكوارث الكبرى، وإن تعلم التعامل معاه من دلوقتي ضرورة مش اختيار. لما وصلوا الجزيرة توتا وكورامارو اتفاجئوا بمقر ضخم ومتطور، وكل العاملين فيه بيحيوا يوكي باحترام شديد. بعدها ظهر عضوان من المنظمة، جينجورو راجل هادي لابس نظارة ومريلة، وإيكو صاحب الشكل الغريب. شرحوا للولدين إن المنظمة بتضم أنواعاً مختلفة من الخالدين، من مصاصي دماء وكائنات سحرية لسايبورج ووحوش. توتا وكورامارو تحمسوا ينضموا، لكن اتقال لهم إن لازم ينجحوا في اختبار الأول. قواعد الاختبار بسيطة، خلال 7 أيام كل واحد لازم ينجح يلمس خصمه بضربة واحدة على الأقل. كارين اختارت توتا فوراً، بينما جينجورو وافق يختبر كورامارو. توتا هجم على كارين بحماس، لكنها رمته في ثانية ودقت دماغه بمطرقتها. كورامارو حاول يهاجم جينجورو، لكنه معرفش يقرب منه أصلاً. بعد الجولة الأولى الاتنين قعدوا مرهقين ومش عارفين إزاي هيواجهوا خصوم أعلى منهم بمراحل. في اللحظة دي شافوا خادمة بشرية اسمها شينوبو بتعاني مع أكياس القمام. لما وقعت جريوا يساعدوها. شرحت لهم إنها إنسانة عادية بتشتغل في المقر، فقرروا يساعدوها في الشغل عشان يغيروا جو ويبعدوا عن ضغط التدريب. وأثناء نقل الصناديق للمخزن توتا سمع صوتاً غامضاً بيناديه. اتبع الصوت مع كورامارو ونزلوا سلما طويلا. هناك قابلوا جينبي، راجل أحمر الشعر ومستهتر، لكنه في الحقيقة ثاني أقوى عضو بعد يوكي. جينبي أشار لسيف عملاق مغروس في كتلة حجر وطلب من توتا يسحبه. توتا شك في الموضوع، لكن جينبي استفزه فحاول يحركه وفشل. وقتها سمع الصوت الغامض تاني بيقول له يلف مفتاحا في السيف. أول ما عمل كده السيف خرج بسهولة وبدأ يتكلم، معلنا إنه اختار توتا شريكا جديدا. جينبي شرح إن السيف يسمح لمستخدمه بالتحكم في وزنه، ولما رماه لتوتا وزن السيف زاد فجأة فسحق إيده وعمل حفرة في الأرض. جينبي قال لهم إن السلاح ده ممكن يساعدهم ينجحوا، لكن بشرط يتدربوا بجد. خلال الأيام ال7 التالية توتا وكورامارو عاشوا تدريبا قاسيا داخل الزنزانة، وفي وقت الراحة ساعدوا شينوبو في أعمال المقر. لما جه يوم الاختبار الأخير ظهروا مرهقين لكن مستعدين. كورامارو واجه جينجورو من جديد. جينجورو مدح تطوره، لكنه قال إن حركاته لسه متوقعة وفضل يتفادى كل هجماته بسهولة. كورامارو افتكر أسلوب توتا المتهور فقرر يراهن على خطة خطيرة. ساب ذراعه مكشوفة عمدا، ولما جينجورو قطعها استخدم اليد المقطوعة وهي ماسكة سيفا تاني عشان تضربه من الخلف. الخطة نجحت وسجل ضربة واجتاز الاختبار. في الناحية التانية توتا واجه كارين بسيفه الجديد، قدر يضغط عليها أكتر من المرة اللي فاتت واستخدم التحكم في وزن السيف عشان يخلي بتوازنها. وقبل ما يسجل ضربته سمع صرخة شينوبو. ظهر إن مجموعة وحوش عملاقة خرجت من أعماق المنشأة وهاجمتها. توتا حاول يجري ينقذها،
لكن كارين سبقته وطلبت منه ينتظر اللحظة المناسبة. هي شغلت الوحوش بعيدا بينما توتا سحب شينوبو لمكان آمن عند كورامارو وجينجورو. بعدها رجع للقتال وزود وزن سيفه وقفز من فوق ونزل على الوحوش زي نيزك فهزمهم كلهم بضربة واحدة. في اللحظة دي ظهرت يوكي وأعلنت انتهاء وقت الاختبار. توتا طلب منها 5 دقائق إضافية يكمل فيهم قتاله مع كارين لكنها رفضت، ومع ذلك بسبب شجاعته في حماية شينوبو وقتال الوحوش اعتبرته ناجحا رسميا. يوكي وضحت إن الوحوش هربت من الجزء السفلي للمنشأة من خلال فتحة، وبعدها كلفت توتا وكورامارو بأول مهمة ليهم ينزلوا الزنزانة وينظفوا المكان من الباقي. بعد ما خلصوا المهمة استدعتهم يوكي في اليوم التالي وأعطتهم أول تكليف خارج المقر. المهمة مخصصة للمبتدئين، يرافقوا كارين لمدينة بشرية ويحرسوا دار أيتام موجودة في الأحياء الفقيرة. كارين رفضت في البداية لكنها غيرت رأيها لما وعدتها يوكي بشوية نصايح تخص نظامها الغذائي الغريب. أما توتا فافتكر إن المهمة السهلة معناها رحلة مريحة بالعربية، وقبل التحرك ودع شينوبو بثقة وقال لها إنه لما يرجع من المهمة هياخدها في جولة محترمة بره المقر. لكن كارين نسفت أحلامه في ثواني وأجبرته هو وكورامارو يجروا الطريق كله على رجليهم. وأثناء ما الاتنين بيشتكوا شرحت لهم حقيقة العالم اللي عايشين فيه. العاصمة من بره مليانة تكنولوجيا وأبراج براقة، لكن ورا المنظر ده في أحياء فقيرة مليانة ناس المجتمع سابهم لمصيرهم، والأسوأ إن بعض الأغنياء عايزين يطردوهم ويمحوا وجودهم عشان يستولوا على الأرض. كارين وضحت إن يوك هولدر مش مجرد تجمع للخالدين لكنها منظمة هدفها حماية الضعفاء من الناس اللي بيستغلوا سلطته. توتا حاول يمدحها على شغلها لكنه اختار كلماته بطريقة مستفزة. لما قالت إن دار الأيتام موجودة تحت الجرف توتا قفز فورا عشان يعمل دخول بطول، لكنه نزل وسط الأطفال زي حجر واقع من السماء فخضوهم ووقع بعض الحراس من الصدمة. وبعد البداية الكارثية دي الفريق قرر يعملوا مصارعة ذراع عشان يحددوا مين يمسك شغل البيت. توتا خسر قدام الكل وتحكم عليه يطبخ. دخل المطبخ وهو زعلان لكنه حضر لهم أكلة طلعت ممتازة بشكل مفاجئ. الأطفال وكورامارو والحراس انبهروا، وحتى كارين اضطرت تعترف إنه موهوب. فجأة الكل بدأ يطلب منه يطبخ كل يوم فتحول انتصاره الصغير لعقوبة. كارين ضحكت عليه وبعدها قالت له إن عنده فرصة يكسب مصارعة الذراع لو تعلم تقنية الحركة السريعة المعروفة باسم الخطوة البرقية. بعدها الراهبة المسؤولة عن دار الأيتام اجتمعت مع كارين وكورامارو وقالت لهم إن مجموعة مرتزقة بتيجي كل ليلة وتهدد السكان بالطرد. لما كورامارو سمع عن الخوف اللي الأطفال عايشين فيه اقتنع إن حماية المكان مش مجرد مهمة لكنه واجب حقيقي. أما توتا فخرج لساحة واسعة وبدأ يحاول يتعلم الخطوة البرقية لوحده. كانت محاولاته عبارة عن جري عشوائي وقفزات تخليه شبه فرخة تايهة لحد ما صح راجل كان نايم قريب. الراجل اتعصب من الضوضاء وهجمه فجأة وبعدها قال له إن كل اللي بيعمله غلط. عرف نفسه باسم إيكايتو، فنان قتال متجول ووراه الحركة الحقيقية. في لحظة واحدة اختفى من مكانه وظهر جنب توتا بسرعة مرعبة. لما عرف إن توتا لسه مبتدئ اتصدم لأن التقنية أخدت منه 10 سنين عشان يتقنها. حاول يشرح له إن السر في مرونة القدمين وتوزيع الوزن، لكن توتا فضل باصص للرسم كأنه لغة فضائيين. رغم كده كايتو لاحظ إمكانياته وقرر يدربه. بدأ توتا تدريبا غريبا يخليه يستخدم رجليه في معظم أعماله من حمل الأغراض لحد ترتيب المكان. الأطفال ضحكوا عليه لكن إصراره ألهم ولد صغير اسمه روشي فبدأ يتدرب معاه. في الوقت نفسه كايتو قابل شخصين مشبوهين، قائده الأعمى ناجومو ورجل يستخدم سحر الظلال اسمه شوجو. وكشف كايتو عن شكله الحقيقي الشبيه بالذئب، واتضح إن ال3 صيادين خالدين اتعينوا للقضاء على سكان الأحياء الفقيرة. بدأ الهجوم في الليل وظهرت وحوش قضت على الحراس بسرعة. كارين كانت بتستريح لما شوجو فتح بوابة ظل تحتها وهاجمها من الخلف. صدت الضربة بحاجز وبدأت بينهم معركة عنيفة. شوجو ضرب رقبتها بخنجره لكنه اكتشف إن جلدها لا يمكن قطعه بسهولة. وهو بيحاول يأيدها بسحر الظلال حكى لها عن طفلة حاول صياد الساحرات يحرقوها من سنين لكنها لم تمت ولم تنزف مهما عذبوها. أطلقوا عليها اسم القديسة الحديدية.
لحد ما ظهرت فتاة غامضة وأنقذتها. شوجو كشف إنه عارف إن كارين هي نفس الطفلة، وبدأ يستفزها بفكرة إنها تشعر بكل الألم لكنها لا تستطيع الموت. في الخارج شاف توتا وروش النار، لكن الوحوش هاجمتهم. وصل كورامارو وأنقذهم قبل ما يظهر كايتو في هيئته الذئبية وخلفه ناجومو. توتا اتصدم لما اكتشف حقيقة مدربه، لكن كايتو ضربه بختم سحري شل حركته تماما. كورامارو قرر يواجه الاثنين وحده، وأطلق إشارة نارية في السماء لطلب النجدة. تفادى هجماتهم لبعض الوقت، لكن كايتو ركله وشتت تركيزه، فاستغل نجومه الفرصة وقطع ذراعه. كورامارو رد بسرعة وقطع ذراع كايتو هو كمان، لكن أجسامهم تجددت خلال لحظات. كايتو استخدم الخطوة البرقية الحقيقية وانهال على كورامارو بضربات سريعة، وبعدها قسم جسده لنصفين، ثم ثبت النصفين في الأرض بقطعتين معدنيتين، وجهز ضربة جليدية تنهي القتال. روشي وقف قدام كورامارو يحاول يحميه رغم إنه مجرد طفل. نجومو شرح له ببرود إنهم مرتزقة وظفهم الأغنياء الموجودون في أعلى البرج للاستيلاء على الأرض. بالنسبة لهم تدمير الأحياء الفقيرة مجرد عقد شغل مش عداوة شخصية. كورامارو حرر نفسه بقوة إرادته ورمى بجسده الممزق قدام الطفل عشان يستقبل الضربة مكانه. وفي اللحظة اللي اختفى فيها الأمل وقف توتا فجأة. الختم السحري اللي كان مشلله اختفى، وظهرت على ذراعيه قفازات سوداء بينما خرجت منه هالة غريبة. بطريقة غير مفهومة جسمه امتص الختم وحوله لطاقة. كايتو ونجومو حسوا إن قوته ارتفعت بشكل مرعب. في الناحية التانية كارين توقفت عن مقاومة شوجو بالشكل العادي. شرحت له إن خلودها مش لعنة، لكنه بركة حصلت عليها بسبب حب سماوي. بعدها أطلقت واحدة من أقوى صورها وارتفعت في الهواء محاطة بنور قضى على الظلال اللي كانت مقيداها، ثم انهالت على شوجو بلكمات وركلات مقدسة سريعة لحد ما رمته في الأرض. رجعت بعدها لساحة القتال الرئيسية ووقفت قدام ناجومو بينما توتا واجه كايتو. كايتو اتحمس أكتر لما شاف قوته وتحول بالكامل لشكله القتال. توتا سأله ليه بيهاجم الأطفال، فرد بكل برود إنه بيعيش عشان يقاتل الخصوم الأقوياء ومش فارق معاه مين دفع أو مين هيتأذى. بدأ القتال بسرعة محدش قادر يتابعها. الاتنين استخدموا الخطوة البرقية وتبادلوا اللكمات والركلات وهم بيظهروا ويختفوا بين الأشجار. كايتو أعجب بتطور توتا وعرض عليه يبقى تلميذه الحقيقي، لكن توتا رفض لأنه مستحيل يتعلم من شخص بيأذي الأبرياء. وقتها كايتو استخدم أقوى تقنياته وتخطى حاجز الصوت، ثم اخترق صدر توتا وانتزع قلبه وحطمه في إيده. ظن إن المعركة انتهت، لكن فجأة انفجرت أجنحة سوداء ضخمة من ظهر توتا. شظايا قلبه بدأت تتحرك وترجع لجسمه، ثم التحمت من جديد بينما اندفعت منه موجة طاقة سوداء هزت المكان كله. نجومو شرح لكارين إن القوة السوداء اللي ظهرت عند توتا نوع نادر وخطير جدا من السحر اسمه ماجا أرابا. مستخدم السحر ده بيدخل قوة الظلام جوه جسمه، لكنه في المقابل بيخاطر إن روحه تضيع بالكامل. ومفيش غير شخصين معروفين قدروا يستخدموه، يوكي المعروفة قديما باسم الإنجيل المظلم اللي ما قدرتش تتقنه بالكامل، وتلميذها نيجي سبرينغفيلد اللي وصل لأقوى صورة منه. ظهور مستخدم ثالث معناه إن موازين العالم ممكن تتقلب. توتا كان فقد السيطرة تماما وانطلق ناحية كايتو بقوة وحشية، وقبل ما توتا يوجه الضربة الأخيرة جسمه بدأ يرتعش وهو بيحاول يستعيد السيطرة. بعدها انفجرت الهالة السوداء بعيدا عنه وسابته مليان جروح ومنهك تمام. كايتو جدد جسمه واعترف بالهزيمة وطلب من توتا ينهي حياته، لكن توتا رفض يعتبر اللي حصل انتصارا لأنه ما كانش واعي بنفسه أثناء القتال. عشان يحسموا المواجهة بشكل عادل اتفقوا على مصارعة ذراع. أثناء المباراة كايتو لاحظ إن توتا بيبكي وهو بيسأله إزاي شخص قوي زيه يستخدم قوته ضد أطفال وأبرياء. كايتو اتفاجئ لما فهم إن توتا مش بيستخدم ماجا أرابا، لكنه بيعتمد على قوته الطبيعية وإرادته بس. في اللحظة الأخيرة توتا جمع كل غضبه وضغط بقوة لدرجة إنه كسر ذراع كايتو وحطم جزءا من المبنى وراهم. نجومو وكارين الاتنين انبهروا إنه قدر يهزمه من غير قوة الظلام. كايتو طلب منه مرة تانية يخلص عليه، لكن توتا رفض، فنجومو فتح بوابة وانسحب مع كايتو وشوجو. أهل الحي اتجمعوا قدام بيوتهم وهي بتحترق، لكن يوكي ظهرت واستخدمت موجة تجميد ضخمة غطت المكان وأطفأت النيران فورا. شكرت كورامارو على إشارة الألعاب النارية اللي خلتهم يوصلوا للموقع، وبعدها حيت نجومو كأنها تعرفه من زمان، وده خلى توتا يتساءل عن علاقتهم ببعض. في الليل أهل الحي عملوا وليمة كبيرا احتفالا بالناجين.
أثناء الأكل يوكي قالت لتوتا إن وراثته لماجا قرابة منطقية لأن دمها بقى موجود جواه من وقت ما حولته لخالد. وبينما الجميع بيتجمعوا للأكل كان في طائرة مراقبة غامضة بتتابع توتا من بعيد ومصدرها موجود فوق البرج. بعد رجوعهم للمقر كورامارو كان شايل سيف توتا الواعي عشان يرجعه لأوضته. سأله عن القوة السوداء لكن السيف تهرب من الإجابة وبدأ يرخم عليه، وقال إنه لاحظ إن كورامارو بقى مهتم بتوتا أكتر من اللازم. كورامارو اتوتر، أنكر فورا وغرس السيف في الأرض وماشي بسرعة. شاف توتا واقف مع شينوبو عند مركب صغيرة صنعتها من الخردة. توتا كان منبهر بمهارتها فركب معاها في جولة. أثناء الرحلة شينوبو حكت له عن حلمها تبقى سائقة محترفة، وتوتا شجعها بكل صدق إنها تكمل ورا حلمها. كورامارو كان بيتابعهم من بعيد وحس بحاجة غريبة بين الغيرة والحيرة. راح يقعد لوحده في الينابيع الساخنة وفضل يفكر في كلام السيف وفي علاقة توتا بالناس حواليه. هدوءه اتقطع لما كارين دخلت فجأة عشان تكلفه بمهمة، واكتشفت بالصدفة السر اللي كان بيخبيه. كورامارو اضطر يشرح إنه مش ولد ولا بنت بشكل نهائي، هو من عشيرة فوشيجاري أفرادها بيتولدوا من غير جنس محدد، ولما يوصلوا لسن معين لازم يختاروا الهيئة اللي هيعيشوا بيها باقي حياتهم. بدل ما كارين تتفهم الموقف شافت فيه فرصة تخدم مصلحتها. هي مقتنعة إن توتا بيتعلق بيوكي أكتر يوم بعد يوم، فطلبت من كورامارو يشغله ويبعد تركيزه عنها. لما رفض بدأت تضغط عليه بالقوة، لكن الروبوت أميا ظهر وأوقفهم وقال إنه عنده خطة أفضل، ووعد كورامارو إنه مش هيكشف سر. بعد شوية توتا كان بيدور على صاحبه، فظهرت قدامه بنت شقراء خجولة اسمها كورومارورو، وادعت إنها بنت عم كورامارو. الحقيقة إنها كانت كورامارو متنكرا حسب خطة أمية. توتا صدق التمثيلية بالكامل وتضايق إن صاحبه خبى عنه وجود قريبة لطيفة بالشكل ده. كورومارورو طلبت منه ياخدها في جولة بالعاصمة فوافق. قابلوا شينوبو في الطريق وأعارتهم مركبتها الميكانيكية. في العاصمة تحولت الجولة لموعد غريب من غير ما توتا يفهم. كورامارو حاول يتصرف كأنه بنت، لكنه مع الوقت بدأ يستمتع فعلا بوجوده مع توتا. خلاه لأول مرة يفكر إن اختيار الحياة كبنت ممكن يكون شيئا يريده فعلا. كورومارورو أشارت للبرج وطلبت من توتا ياخدها هناك، لكنهم ملاحظوش إن شوجو كان بيتابعهم من الظلال. في الوقت نفسه يوكي وجينبي كانوا بيتكلموا بجدية عن ماجا قرابة. يوكي قلقة إن ظهور القوة دي هيجذب أعداء خطرين، وأكدت إن شخصا قويا اسمه آفيت أفيرينكوس بيراقب توتا بطائرة تجسس. فوق البرج توتا كان سعيد إنه وصل أخيرا للمكان اللي حلم بيه. بدأ يحكي لكورومارورو قد إيه صداقته مع كورامارو مهمة بالنسبة له، وقال كمان إن قريبة صاحبه لطيفة، فزاد ارتباك كورامارو أكتر. لحظتهم اتقطعت لما شوجو فتح بوابة ظل بدأت تسحب توتا جواها. كورامارو وقع على الأرض واكتشف إنه مش قادر يستخدم كامل قوته وهو في هيئة البنت، وهو واقع افتكر مشاعره ناحية توتا فجمع قوته ورجع للهجوم. قدر يضرب شوجو ويرميه بعيد ورجع لهيئته الطبيعية عشان يحمي توتا. أوسورا كان بيتابع ويمدح إصراره، لكن الشرطة وصلت قبل ما تبدأ مواجهة جديدة فانسحب المرتزقة. لما توتا فاق ما سألش عن الهجوم الأول، لكنه سأل فورا كورومارورو راحت فين. كورامارو كذب وقال إنه وصلها المكان آمن، وبعدها وبخوا على تهوره. في داخله قرر إنه يفضل صديق توتا مهما كان الاختيار اللي هيختاره لنفسه. في المقر أميان لقى كيري بتعمل طقس غريب بالرمل. لما سألها عنه قالت إن المناسبة الحقيقية لسه هتبدأ. بعدها عرفها على توتا، فظهرت في الأول كطفلة خجولة وطلبت تقابله لوحدهم. بمجرد ما وصلوا لمكان معزول شخصيتها اتغيرت تماما. قعدت بثقة وأعلنت إنها رئيسته داخل يوك هولدر، وطلبت منه يطيع أوامرها. أمرته يعمل صوت كلب، ولما نفذ وهو مستغرب حاولت تركله. توتا أمسكها من شعرها قبل ما تصيبه فصرخت فيه وقالت إن من حقها تضربه 5 مرات، وكأن في قانون سري محدش قاله عليه بيخرج من الظلام بسرعة مرعبة ويقطع حلق كيري في لحظة. كيري بتقع على الأرض وهي بتنزف وتمد إيدها ناحية توتا، وآخر حاجة بتعملها قبل ما تفقد الوعي إنها تمسك إيده. توتا بيتجمد مكانه من الخوف ويفضل ينادي عليها ويطلب منها تفتح عينيها، لكن في اللحظة التالية بيفتح عينه هو فجأة وبيصحى مفزوع ويكتشف إنه رجع تاني لمقر يوك هولدر. في الأول يفتكر إن كل اللي حصل كان مجرد حلم سيء، لكن الصدمة الحقيقية بتيجي لما يشوف كيري قدامه عايشة وسليمة. في نفس الوقت أمية وكارين بيظهروا وهم مستعدين ياخدوا كيري معاهم للعاصمة، لكنهم بيتفاجئوا إن توتا موجود أصلا في القاعدة مع إنه المفروض ما كانش لسه رجع من هناك. توتا كان على وشك يفضح إن كيري ماتت قدامه وإن الزمن رجع، لكنها تدوس على رجله بقوة عشان تسكته قبل ما يقول حاجة.
وبعدها الكل يركب القارب المتجه للعاصمة. في الطريق كارين وأمية بيتكلموا عن الشائعات اللي حوالين قدرة كيري الغامض. هم فاكرين إن قوتها ممكن تكون نوعا من التنبؤ بالمستقبل ومش سحرا هجوميا عاديا. أما توتا فما قدرش يستحمل فضوله أكتر ويفضل يضغط على كيري لحد ما توافق تشرح له الحقيقة. كيري بتقول له إن قدرتها اسمها الحفظ وإعادة التعيين. عن طريق طقس معين بالرمل تقدر كيري تعمل نقطة حفظ في الزمن شبه نقاط الحفظ في ألعاب الفيديو، وكل مرة تموت بعدها الزمن بيرجع تلقائيا للنقطة دي وهي بتحتفظ بذكرياتها عن كل اللي حصل. والأغرب إنها لو كانت ماسكة إيد شخص لحظة موتها تقدر ترجع وعيه وذكرياته معاها لنقطة الحفظ. وده بالظبط اللي حصل مع توتا في المرة الأخيرة. لما يوصلوا العاصمة يرجعوا لنفس الزقاق اللي ماتت فيه كيري. تبدأ تشرح لتوتا اللي هيحصل، لكن المرة دي هو جاهز. أول ما شوجه يظهر من الظلام توتا يصد الضربة فورا. بعدها يستخدم سيفه الواعي كورومارو روبو ويزود وزنه لدرجة مرعبة، ثم يضرب شوجو ضربة ترميه بعيد في السماء قبل ما يلحق حتى يستوعب إن الخطة فشل. بعد ما يتخلصوا من التهديد المؤقت كيري تبدأ تحكي لتوتا القصة الكاملة عن الشخص الحقيقي اللي ورا كل اللي بيحصل، رجل اسمه آفيت أفيرينكوس. في الخط الزمني الأصلي كيري شافت فيت وهو بيظهر قدام المجموعة وبيهزمهم كلهم بسهولة مخيفة. أمسك توتا وسيطر عليه من غير أي مجهود وكأن قوته مفيش بينها وبينهم أي مقارنة. أمية حاول يوقفه لكن فايت دمر جسمه في لحظة. كورامارو حاول يدافع عن توتا لكنه اتهزم هو كمان واتحطم قدام قوته. ولما لف ناحية كيري عشان يمسكها هي فهمت إن كل شيء انتهى فقتلت نفسها فورا وفعلت إعادة التعيين قبل ما يقدر يمنعها. الزمن رجع لنقطة الحفظ ومن ساعتها وهي بتكرر المحاولات عشان تلاقي طريقة تنقذ توتا وباقي الفريق من المصير ده. لما يسمع توتا القصة يقف مصدوما ومش قادر يفهم ليه شخص بقوة فايت مهتم بيه أصلا. لكن قبل ما كيري تكمل يكتشفوا إن أمية وكارين وكورامارو كانوا قريبين وسمعوا الحوار كله، وبكده سر قدرة كيري بقى معروفا لأعضاء الفريق لأول مرة. توتا يبدأ فورا يسألها عن حدود القوة وتفاصيلها لكن كيري توقفه. أميا يشرح له إن قدرات زي دي لازم تفضل سرية لسبب خطير جدا. لو شخص غلط عرف حقيقتها يقدر يستغل كيري كسلاح للتحكم في الزمن. ممكن يجبرها تموت مرارا عشان يعيد الأحداث ويجرب خطط مختلفة لحد ما يوصل للنتيجة اللي هو عايزها. توتا أخيرا يفهم قد إيه قدرتها ممكن تتحول من نعمة لكابوس فيطمنها إن عمره ما هيستغلها وإنها مش مضطرة تموت عشان تنقذه كل مرة. بعد ما الحقيقة اتكشفت كيري تبدأ تشرح خطتها للإمساك بفيت. بما إنها عاشت الهجوم قبل كده فهي عارفة تقريبا إمتى هيظهر ومنين هيجي وإزاي هيبدأ المواجهة. كيري عملت نقطة حفظ جديدة داخل الزنزانة الموجودة تحت فيلا يوكي، والخطة كلها مبنية على استدراج فيت وإجباره يرجع معاهم للنقطة دي. توتا هيتصرف كطعم عشان يجذب فيت ويخليه يظهر من مخبئ. أميا هيدعم الفريق من بعيد باستخدام ضربة ليزر قوية من قمر صناعي والهدف منها إنها تربك فيت وتفتح ثغرة في دفاعه. كارين وباقي الأعضاء هيواجهوا حلفاء فيت ويمنعوهم من التدخل. هدف كيري مش إنها تهزمه بنفسها لكنها بس محتاجة تلمسه أو تمسكه في اللحظة المناسبة. أول ما يحصل ده هتقتل نفسها وتفعل قدرة إعادة التعيين. وقتها الزمن هيرجع لكل الأشخاص المرتبطين بيها ومن ضمنهم فيت نفسه إلى نقطة الحفظ الموجودة في الزنزانة، وهناك يوكي هتكون مستنياه ومستعدة تنفذ الجزء الأخير من الفخ. الخطة خطيرة جدا وأي غلطة صغيرة ممكن تخلي كيري تموت من غير ما تقدر تسحب فايت معاها أو تخلي الأعداء يكتشفوا طبيعة قدرتها ويغيروا طريقة هجومهم. ومع ذلك كل واحد يبدأ يتحرك ناحية مكانه استعدادا للمواجهة. لكن قبل ما ينفصلوا توتا يسأل سؤالا منطقيا لأول مرة: طالما يوكي أقوى واحدة فيهم ليه مش بتدخل العاصمة وتواجه فيت بنفسها من البداية؟